أيها الناس، إذا كان يوم العيدين العظيمين يأمر الله سبحانه وتعالى ملائكته يقفون على أبواب المساجد يكتبون أسماء المصلين الأول بعد الأول حتى يأتي وقت الصلاة، يجلسون يستمعون الخطبة بالتمام اتباعا لسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أسماء وأطيع ولو عليكم عبدا حبشيا، ومن جاء بالسنة من جاء غير ظليم فليرجع بظليم أخرى ليشهدوا لهم مريضان، وكل موضع قدم يشهد له يوم المحشر ويزداد أجرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحانه من إله عظيم ورب كبير. الله أكبر كبيرا الله أكبر من كل كبير، وأمره لا يقبل الإهمال أو التقصير، يطيعه الصغير والكبير والعظيم والحقير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا ومعلمنا وقائدنا وزعيمنا وأسوتنا وقدوتنا وحجتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المهداة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أيها الموحدون بالله، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تهنئتي إليكم ألقيها من فوق هذا المنبر باسم العلم الشريف والدين الحنيف، بعد أن أتم الله علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا الذي أكمل لنا الشرع. يا الله سبحانه وتعالى أكرمنا في هذا الشهر الكريم بصيامه وقيامه وتلاوة القرآن الكريم فيه، وعلى أن القرآن والصيام يشفعان في العبد المسلم. يقول القرآن: يا رب أنا منعته النوم بالليل فشفعني به. ويقول الصيام: يا رب أنا منعته الطعام والشراب فشفعني به فيشفعان به. ورد عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه قال: ما من يوم ينشق فجره إلا وملك
أنا خلق جديد وعلى عملك شريك، فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. أيها المسلمون الموحدون بالله، أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان هذا الشهر الذي مضى وهو شهر رمضان فرصة لكل مسلم يغتنمها بالمزيد من عمل الصالحات والتقرب إلى الله تعالى بأفضل القربات. فصمنا نهارا وقمنا ليلا وتلونا كتاب الله وزخت أيدينا بالصدقات وزكت نفوسنا وطهرت قلوبنا. فها هو شهر رمضان بما فيه من نفحات وفيوضات قد مضى وفات. أنعود مرة أخرى إلى التقصير والإهمال في عبادة الله. فلنترك كتاب الله ونصير ممن قال الله فيهم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هل تهجر بيوت الله أيضا وهذا الذي يحدث؟ وهي بيوت قال الله عنها في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. من هم الرجال؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فجزاؤهم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. لقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوم يعبدون الله في شهر رمضان فقط ولا يعبدونه في غيره. ماذا رد ابن عباس؟ قال بئس القوم وبئس آيات ذم. بئس القوم يعبدون الله في رمضان ولا يعبدونه في غيره. أيها الموحدون بالله، إن رب رمضان هو رب شوال، هو رب جميع الشهور، ونحن مأمورون للعبادة في رمضان وفي غير رمضان. فإذا كنا نضاعف العبادة في رمضان فالغرض من ذلك أن تشحن القلوب بشحنة إيمانية وطاقة ربانية ودفعة روحية تصحب المسلم بقية السنة. ففي شهر رمضان تصفو القلوب وتطهر النفوس ويرقى الإنسان في مراحل الطاعة والقرب من الله مما يفيض عليه من شعاع هذا الإيمان ما ينير له طريقه. ولذلك ورد
لو يعلم الناس ما في شهر رمضان من الخير لتمنوا أن يكون الدهر كله رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها فلعل أحدكم أن تصبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. فلعل أحدكم أن تصبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد الفطر المبارك لا يخرج أي لا يذهب لصلاة العيد حتى يفطر على تمرات، وكان يأكلهن وترا، ولا يخرج يوم الأضحى حتى يرجع. يوم الأضحى تذهب وأنت صائم، أما في هذا اليوم وهو يوم عيد الفطر المبارك لا تذهب للصلاة إلا وأنت صائم وأنت تفطر على تمرات. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس أجود ما عنده من ثياب ويتطيب بأحسن الطيب، فنحن نفعل كما كان يفعل نبينا ورسولنا سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. نقتدي به. كان صلى الله عليه وسلم معه حلتان أي جلبابات، حلة خاصة بيوم الجمعة وحلة خاصة بيومي العيد بيومين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك وهو يوم عيد الفطر يزور الأيتام والفقراء ويحسن إليهم. وقد واسع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقراء والأيتام وألان لهم الكلام وحث على التساهل والتآخر ونهى عن البخل والإسراف، وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نصل الأرحام ونتكلم معهم بأحسن الكلام. الله أسأل أن يكرمنا ويوفقنا بما فيه الخير ويجعلنا وإياكم من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائبون من الذنب كمن لا ذنب له والتائبون من الذنب يحذر الرحمن. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ويقول ويتعالى بالمستقيم. استغفر الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفي التقي وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كان يوم العيد يقول الله تعالى لملائكته: يا ملائكة ما جزاء الذي إذا عمل عمله؟ فيقول الملائكة: إلهنا وسيدنا جزاؤه أن يوفى أجره برحمته. فيقول الله تعالى: وقد نظر للمصلين
في هذا اليوم، وهو يوم نظرة حنان. يا عبادي سلوني فوعزتي وجلالي، لا تسألوني اليوم في دنياكم، في آخرتكم لا تسألوني في دنياكم إلا وقد أعطيتكم، ولا لآخرتكم إلا غفرت لكم، انصرفوا مغفورا لكم، انصرفوا مغفورا لكم، وبارك الله فيكم وعليكم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعاء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من آذانا، وأرنا فيه ثأرنا، وأقر بذلك أعيننا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا عظيما إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مسافرا إلا رددته إلى أهله غانما سالما، ولا خرصا إلا نفسته، ولا حزنا إلا سهلته، ولا عذرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا قبلته وقصرته، ولا مظلوما إلا نصرته،